يا عم ميسو، انت شغلك من الساعة كام للساعة كام؟ من 7 ل 7، 12 ساعة، وساعات 13 وساعات 14 وساعات 24 ساعة. وفي مرة قبل كده قعدت فيها 54 ساعة. قسما بالله هتقول لي انت بتهري يا عم ميسو، والله العظيم ما بهري. انا هحكي لكم كل حاجة بالتفصيل. بصوا يا جماعة، اولا انا واحد معاه رخصة، فطبيعة شغلي لو انا في الشغل والراجل اللي هو هيجي هيستلم مني الشيفت ما جاش، هما بيتصلوا بالناس كلها. لو ما حدش رد او ما حدش قال لا انا مش هاجي، فبيرجع ليا انا بقى. بيقول لي يا عم ميسو ممكن بعد اذنك تقعد 24 ساعة ولا لا؟ انا لو مش عايز اقعد هقول له لا، تعبان عندي مشوار اي حاجه. هو مجبر كده كده يروح متصل بحد بقى من مين، من المديرين، بحد فيهم لازم يجي، لازم حد فيهم يجي لان لازم الشغل يمشي ماشي. دي اولا. طب ايه اللي بيخليني بقى اقول له طبعا هقعد 24 ساعه؟ هقول لك ايه اللي بيخليني اقول له كده. اولا، الكلام ده مش بيحصل على طول. يعني انا اشتغلت 24 ساعه السنه اللي فاتت 5 مرات ماشي. بس ايه بقى الحلاوه في ال 24 ساعه؟ اولا من حقك تنام، دي اول حاجه. يعني نام لك 3 4 5 ساعات. اهم حاجه انك في الشغل عشان لو حاجه حصلت يروح يصحيك على طول، الحق يا عم ميسو كذا 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 ماشي. دي اول مصلحه. تاني مصلحه ان انت الساعه بتبقى بساعتين. يعني ال 24 ساعه كلهم الساعه بتبقى بساعتين. ادي تاني مصلحه. تالت مصلحه، لو انت شغال تاني يوم بقى الشيفت بتاعك تاني يوم برضك بيجيب حد مكانك وانت بتروح البيت وبيديك حق ال 12 ساعة. يعني انت كده بشغل يوم واحد بس، يوم واحد بس اشتغلت اكنك بشغل 60 ساعة. وعايز نرفض؟ فدي مصلحة على فكرة، واي حد بتيجي ليه الفرصة دي صدقني كلهم بيوافقوا على طول. فمصلحة كبيرة جدا. بس الكلام ده مش بيحصل على طول لأن خسارة للشركة، لكن الشغل لازم يمشي برضك. ما هو خسارة، ما هو برضك لو الشغل ما مشيش ما هو خسارة كبيرة جدا للشركة ماشي. فدي النقطة. النقطة التانية بقى، أنا قلت اشتغلت قبل كده 54 ساعة. اشتغلت 54 ساعة والله العظيم من سنتين. كان عندنا ستورم بقى، تلج بقى، والطرق كلها وقفت ماشي. فالشيفت بتاعي على حظ بقى هو اللي كان موجود في الشغل. فما فيش حد عايز يجي تاني لان الدنيا واقفه خالص. فاحنا اللي اتدبسنا وقعدنا 54 ساعه في ميتين. والله العظيم كنت قرفان وكنت بس طبعا كله يعني ايه، كله بتعمله بردك، بس يعني ايه، بردك كتير جدا. حتى لو هتنام في الشغل بردك، نومة الشغل بردك حمضانه يعني. بتنام على مكتب، بتنام ما اعرفش يعني. مش النوم اللي يعني آه، زي نوم بيتك، انت فاهم قصدي؟ بس كده.